حياكم الله. مرحبا، اهلا وسهلا. في نهاية المطاف المعجزة لم تتحقق البارحة، والإنتر تأهل بجدارة واستحقاق للمرة السادسة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابا وإيابا على الميلان 2-0 في السان سيرو، وهدف مقابل 0 البارحة كذلك في ملعب جوزيبي ميازا، هكذا يسمى عندما يستضيف نادي الإنتر. الميلان اتضح بأنه لا يملك القدرات ولا المقومات، لا الفردية ولا الجماعية ولا الفنية ولا التكتيكية ولا على كل المستويات لمواجهة فريق مرتب ومنظم بشكل جيد، يملك منظومة دفاعية قوية جدا، يملك قدرة على التحول الهجومي بفضل الثنائي جيكو ولوتارو مارتينيز الذي سجل هدفا في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة، أنهى حلم الميلان بالعودة إلى الواجهة الأوروبية وبلوغ المباراة النهائية لأول مرة منذ سنة 2007، آخر تتويج له بلقب دوري أبطال أوروبا. تتويج الفوز والتأهل كان مستحق بالنسبة للإنتر أمام الميلان. الليلة الإنتر سيتعرف على منافسه في المباراة النهائية، هل سيكون الريال أم سيكون السيتي؟ مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، فريقان محترمان، واحد قوي جدا بتركيبته وبكرسي احتياطه، نقصد فريق المان سيتي في أفضل أحواله بعد ما استعاد ريادة الترتيب ويتوجه نحو التتويج الخامس له في ظرف 6 سنوات بلقب الدوري، هذه المرة على حساب نادي أرسنال. فريق يملك إيرلينغ هولاند، فريق يملك مقومات كبيرة جدا وحظوظ أوفر للفوز باللقب في كل موسم مهما كان المنافس. نتذكر لما خسر في النهائي أمام تشيلسي قبل سنتين من الآن، نتذكر ماذا حدث له العام الماضي في الدور النصف النهائي أمام الريال في تلك المعجزة التي حققها، التي صنعها فريق ريال مدريد. قلت من جهة فريق السيتي بغوارديولا وبنجومه وبفورمة لاعبيه في نهاية هذا الموسم، ومن جهة ريال مدريد بمهنته، لأنه دوري الأبطال صار مهنة بالنسبة لريال مدريد، بخبرة لاعبيه، بتجربتهم، بتواجدهم في المواعيد الكبرى في المستوى العالي. طبعا الريال الذي سيلعب الليلة ليس هو الريال الذي لعب مباريات الدوري وخسر وتراجع في الترتيب وصار في المركز الثاني أبدا. أنشيلوتي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، في عدد التتويجات بدوري أبطال أوروبا 4، 2 مع الريال و2 مع الميلان. يعرف جيدا بأن غوارديولا منافس شرس، ويعرف جيدا قدرات نادي مانشستر سيتي، احتك بها قبل أسبوع من الآن وتعادل في مدريد 1-1. الليلة المعطيات ستكون مختلفة، هل سيبقى مستحوذ السيتي؟ هل سيضغط؟ هل سينتظر ريال مدريد في الخلف أم يفاجئه بالهجمات معاكسة؟ بكل قدراته بكل إمكانياته فريق ريال مدريد سيكون حاضر الليلة في ملعب الإمارات هنالك في مدينة مانشستر في مواجهة فريق وفي مباراة كما قلت مفتوحة على كل الاحتمالات، لا يكون فيها حديث عن إعجاز أو معجزة أو مفاجأة، لأنه فوز الريال وتأهله سيكون عادي وطبيعي، فوز السيتي كذلك سيكون عادي وطبيعي في مباراة هذه الليلة أمام منافس سيتي قلت عنده 25 مباراة لم يخسر على أرضية ميدان في مسابقة دوري أبطال أوروبا. الريال عندما نتحدث عنه نحن لا نتحدث فقط عن أنشيلوتي، ونتحدث عن بنزيما، نتحدث عن فينيسيوس جونيور، عن رودريغو، عن لوكا مودريتش، عن توني كروس، عن فالفيردي الذي من المرشح أن يكون أساسي اليوم، وإنما نتحدث عن روح وثقافة وتقاليد. كل من يلبس قميص ريال مدريد يتحول إلى غول، يتحول إلى هاجس بالنسبة للمنافسين، يتحول أيضا إلى قوي أكثر مما هو قوي من الناحية الفنية. صراحة أنا شخصيا أعتبر بأنه إذا أخفق اليوم بيب غوارديولا في بلوغ النهائي للمرة الرابعة في مشواره بعد فوزه باللقب مع البارسا مرتين وبلوغ النهائي أمام تشيلسي قبل سنتين، أعتقد بأنه لو أخفق هذه المرة فسيكون السبب هو غوارديولا، ليس المنافسين وليس السيتي وليس الأموال الناقصة ولا حتى النجوم الموجودين في الفريق. سيكون هو السبب ليس من الناحية الفنية، ولكن لأنه نحس، نحن نؤمن بهذه الأمور. يعني يصير غوارديولا نحس على مانشستر سيتي، يجب أن يغادر حتى يتوج فريق مانشستر سيتي باللقب. طبعا التتويج لن يكون اليوم نتحدث عن الريال وبعدين نتحدث عن الإنتر في المباراة النهائية، لأنه اليوم سيكون الموعد مع مباراة نهائية قبل الأوان تجمع بين عملاقي الكرة الأوروبية المرشحان
الأساسيان والأولان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. العشاق السيتي يأملون في أن غوارديولا لن يتفلسف الليلة، رغم أنه تشكيلته التي من المفروض أن يلعب بها واضحة، يلعب بها مباريات دوري أبطال أوروبا، ليس التي لعب بها مباراة الدوري الأسبوع الماضي أمام إيفرتون، ولكن يلعب بها أمام الريال تقريبا في لقاء الذهاب مع برناردو سيلفا في الجهة اليمنى وجاك ريليتش في الجهة اليسرى وجون ستونز أيضا في وسط الميدان عندما تكون الكرة عند السيتي ويتحول إلى مدافع رابع عندما يضيع الكرة السيتي. ريال مدريد نمط لعبه معروف نمط لعبه، ولكن لا نعرف كيف سيتصرف اليوم. يضغط، يبقى في الخلف، يخلي السيتي يستحوذ، أم يحاول أن ينافسه في الاستحواذ. العامل البدني عنده دور كبير وكبير جدا، خاصة بعد الشكايات الكثيرة لكارلو أنشيلوتي من موسم صعب وشاق ومتعب لعب فيه على كل الجبهات. هذا الدوري، هذا كأس السوبر، هذا كأس الملك، هذا دوري الأبطال. فلعب الريال لعبوا أكبر عدد من المباريات، حتى كامافينجا لعب 54 مباراة هذا الموسم. الأمر كبير، قد يصل لل60 من هنا إلى نهاية الموسم وإلى نهائي دوري الأبطال. أكيد أننا سنستمتع الليلة بمباراة في القمة بنهائي قبل الأوان بين السيتي وريال مدريد، خاصة بالنظر لنتيجة الذهاب 1-1 اللي تخلي كل الاحتمالات واردة. موعدي بكم بإذن الله سيكون الليل. سلام.